اهلا وسهلا بيكم في محطة اتوبيس 6. هكون معاكم انا فاطمة محي الدين، واحنا دلوقتي في محطة عالماشي. اكتر جملة ممكن تسمعها في حياتك هي جملة الاهتمام ما بيطلبش، وخناقات وحروب وشد شعر ومد ايد، وفي الاخر بنطلبه عادي. وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. هنروح فاصل وهنرجع تاني، ما تروحوش في اي حتة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مستمعين محطة اتوبيس 6، ولسه مكملة معاكم انا فاطمة محي الدين، واحنا لسه واقفين في محطة عالماشي. الاهتمام ما بيطلبش. منا تبقى مقموصة وعاملة حوار عشان عمر مش مهتم بيها رغم انها متأكدة انه بيحبها. طب ما تطلبيه يا منا وما تصعبيش عليكي وعلينا وعلى عمر الموضوع. مفيش مشكلة اننا نطلب الاهتمام، بس مش على طول، مش طول الوقت بنطلب الاهتمام. احنا بنطلب الاهتمام علشان العلاقة تستمر، وعلشان باقيين على بعض، وانه عادي في حاجات بتسقط مني ومنك. يعني طلب الاهتمام حب، وزيادة الإهمال مدمر لأي علاقة. وكمان خلينا نقيس الموضوع في كل علاقتنا، يعني مش المخطوبين والمتجوزين بس. فين المشكلة لما صاحبك أو صاحبتك تأثر معاكي في السؤال أو الاهتمام بيكي يقل شوية؟ بتحصل، والدنيا بتاخدنا من نفسنا مش من اللي حوالينا بس. أنا قصرت أنت اهتم، أنت قصرت أنا أهتم، من غير كلام يضايق وعتاب مع كل سؤال. ونخف شوية كلام كتير ممكن يضايقنا، زي كلمة طلعت أحسن منك وسألت عليك. وكمان خد هنا يا عمر، فين المشكلة لما تعرف منا بتحبك تهتم بيها ازاي وتعمل كده؟ ما هي الست مش مقصرة معاك وعاملة في حياتك سسبنس، كل شوية نكد مع شوية فرفشة. وانت يا منا ما تبقيش قفوشة كده، ما هو الاهتمام طلع بيطلب عادي اهو، والدنيا طلعت لذيذة. خد مني كده خلاصة الكلام على الماشي، ما تبقاش بتاخد الكلام وتردده زيك زي أي آلة أو كمبيوتر. العلاقات الإنسانية طبيعي جدا يحصل فيها شوية تأثير، لكن هنا المواقف هي اللي بتكون مقياس. يعني ما تطلبش الاهتمام مرة واتنين وتلاتة وعشرة والطرف التاني لا حياة لمن تنادي. وبرضه ما ترسمش الاهتمام في مخيلتك وتطلب من الطرف التاني انه يلون الصورة اللي انت رسمتها. مفيش مشكلة منا تطلب الاهتمام، وانت يا عمر شوف منا بتحبك تهتم بيها ازاي وقدم لها حبك على طبق من ذهب. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. كنت معاكم أنا فاطمة محي الدين من محطة أتوبيس 6. استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم عالماشي.